كل سنة وانتم طيبين يا جدعان. فرحة الأهلاوية، الأهلي كله فرحان النهاردة. الجمهور انتوا فرحتوا، الجمهور فرحتونا كلنا، ونفسنا اتفتحت على الكعك والبسكوت. خلي الزمالك في الدورة الرمضانية، احنا ملناش دعوة. احنا ربنا بيحبنا في الشهر المفترج دوت. ما اعرفش ابص فين الكاميرا فين. فكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. محمود كهربا والنجم حسين الشحات فرحوا جمهور النادي الاهلي، وفرحونا كلنا، وفرحوا جمهور الاهلي كله. وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. الرجالة بصراحة يعني كلت النجيلة. الله اكبر عليكم يا جدعان. استاد القاهرة كان مولع، وكان الناس كلها مبسوطة وفرحانة. اتمنى ان الناس في الاستاد برضو يلموا الحاجات بتاعتهم السوداني والحاجات اللي انتوا خربتوا الدنيا بقى. انا عارف ان انا شايفكم، انا من هنا شايفكم شماريخ وصواريخ وضرب نار وبومب العيد، وخربتوا الاستاد الناس بقى لها فتره 10 ايام و15 يوم بيحضروه. اي حد برضو الناس اللي هتتعب في الاستاد تلم برضو، عشان ايه؟ في 4 ماتشات، احنا رحنا الربع النهائي، يعني في 4 ماتشات لسه. ان شاء الله ان شاء الله نعديهم ان شاء الله، ونوصل للفاينل النهائي. ويا رب ان شاء الله تكون المباراة عجبتكم، والاهلي خد حقه من الهلال السوداني. الماتش اللي هم لعبونا كسبونا 1-0 على ارضهم وعاملونا معاملة وحشة، احنا بنرد لهم بقى، بنوريهم الجدعنة بتاعت المصريين، وان احنا ما غلطناش فيهم. يعني احنا ممكن نقدر، والجمهور بتاعنا انتوا شفتوا الجمهور عامل ازاي. يعني اكيد انتوا شايفين الملعب والاستاد والجمهور بتاع النادي الاهلي كبير ازاي، والجمهور اللي بره اكبر، والجمهور اللي قاعد على القهاوي والشاشات بتاعت التلفزيون والبث المباشر كلهم قاعدين بيتفرجوا. فاحنا كلنا قاعدين وعارفين احنا جمهور الاهلي، احنا كلنا بنحب الاهلي وجمهور الاهلي. اهو تيشيرت الاهلي، حظاظة الاهلي. فاحنا كلنا بنقول للاهلي يعني شابوه ليك وبرافو عليك بصراحة. كل سنة وانتم طيبين.